غويت وإن ترشد غزية أرشد. طيب نكمل حوارنا بعد الفاصل إذا أذنت لي. فاصل قصير أيها الأحبة ثم نعود إليكم فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في منابر النور. حديثنا مستمر مع الشيخ صالح المغامسي. حياكم الله الشيخ صالح مرة أخرى. حياك الله أستاذ. نكمل حديثنا عن غزوة بدر ونأتي الآن عن استشارة الرسول لأصحابه عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم مضى بالركب، وكانت هناك مواقف عدة قبيل أن يصل صلى الله عليه وسلم إلى بدر. عند بئر الروحاء، وهي بئر موجودة إلى اليوم في طريق المدينة إلى بدر على الطريق القديم، رد أبا لبابة كما بينا حتى يكون واليا على المدينة، ورد بعض الصحابة الذين تعرضوا لكسر. 2 من الصحابة تعرض كل واحد منهما لكسر في ساقه فرجع عنها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نظر في الجيش، وكان قد التحق بالجيش بعض صغار الصحابة رغبة في الأجر فردهم لصغر سنهم. رد رافع بن خديج، ورد عبد الله بن عمر، ورد أسامة بن زيد رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وكان فيهم عمير بن أبي وقاص أخو سعد. وعمير هذا كان في 16 من عمره، وكان يتخفى يتوارى. فسأله أخوه سعد: ما بالك يا أخي؟ قال: إني أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيردني. فرده، فلما رده بكى، فلما بكى قبله صلى الله عليه وسلم واستشهد في المعركة رضوان الله تعالى عليه، الله يجمعنا به في الجنة. فهذا الصحابي الجليل على صغر سنه كان أخوه سعد يربط له حمائل سيفه، يعني صغير، يعني تسقط حمائل السيف، لأن الطول له دور في بقاء حمائل السيف. هذه مرحلة حتى أتى صلى الله عليه وسلم واد يقال له وادي ذفران بكسر الذال. فهناك استشار النبي عليه الصلاة والسلام الناس، وقلنا إنهم خرجوا في غالب الظن، الصحابة غالب الظن كانوا يظنون أنهم سيلقون الحرس الذين يحمون القافلة، لم يكن يدر بخلدهم أنه سيلقى قريشا، والأمر يختلف. والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكون على بينة من أمره، فتكلم الناس، تكلم أبو بكر فأحسن، وتكلم عمر فأحسن، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشيروا علي أيها الناس. فقام المقداد بن الأسود، ويقال له المقداد بن عمرو وهو أصح، لأن الأسود كان يعني رجل تبناه في الجاهلية، ثم أنزل الله: ادعوهم لآبائهم، فأصبح اسمه المقداد بن عمرو. فهذا الرجل المقداد بن عمرو هو كان الفارس الوحيد في المعركة. يعني بعض الناس يقول الزبير، بعضهم يقول المقداد، بعضهم يقول كانوا فارسين، أيا كان ثبوت المقداد كان فارسا، والوحيد يقال في إحدى الروايات على أنه كان على فرس. فقال: يا رسول الله، إن لن نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وقال كلاما عظيما، الكلام الحسن يظهر على وجه سامعه، فسر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا بقول المقداد، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: كان يتمنى لو أنني، عبد الله بن مسعود يقول: تمنيت لو أنا الذي قلت هذا الكلام، أنا أتكلم الآن بالمعنى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد بن معاذ قال: كأنك تريدنا يا رسول الله. الآن سكوت سعد في الأول ليس بلادة فهم، حاشاه، ولكن أدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قال: نعم، قال: يا رسول الله، إننا لصبر في اللقاء صدق في الحرب، وقال: إننا عاهدناك وأعطيناك المواثيق وإننا معك وباقين على الإيمان ولم يتغير منا شيء. فقال كلاما هذا فحواه حتى يطمئن قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فصر عليه الصلاة والسلام وقال: أبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. ومضى صلى الله عليه وسلم بالجيش حتى يدنو من ماء بدر. هذا ما كان من استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. نتحدث الآن عن أجواء المعركة قبل وأثناء. أجواء المعركة أجواء عظيمة. المعركة كانت يوم جمعة، صباح يوم الجمعة أو ضحى يوم الجمعة 17 من شهر رمضان للسنة الثانية من الهجرة. وهؤلاء القوم هم خيرة أهل الأرض عبر الدهور بعد الأنبياء والمرسلين، لا أحد أفضل بعد الأنبياء والمرسلين من أهل بدر رضوان الله تعالى عليهم جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم تأتي عدة روايات، نحاول أن أجمل قدر الإمكان للقاء. النبي عليه الصلاة والسلام ليلتها أنزل الله المطر حتى الأرض تصلب قليلا، ما يكون هناك غبار، فكان رحمة بالمؤمنين وضررا على الكفار. هذا من وجه. الرواية التي تقول إن الحباب بن المنذر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أهذا منزل أنزلك الله إياه أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: هذا ليس بمنزل.
هذه رواية منكرة رواها الحاكم في المستدرك بسند واهن لا تصح. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار المكان وليس الحباب ابن المنذر. هذا مهم جدا في تفصيل القضية. الله عز وجل قلل في صبيحة المعركة، قلل عدد الكفار في أعين المسلمين، وقلل عدد المسلمين في أعين الكفار. قال الله عز وجل: وإذ يريكم الله إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هذا قبل بدء المعركة. المسلمون يرونهم أقلة، يرون الكفار قلة، يرون قريشا قلة وعددهم 1000، ويرونهم 170 حتى يتجرؤون عليهم. والكفار قريش ومن معها يرون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قلة حتى يطمعوا فيهم ويكون الاستعداد أقل، يعني لا نحتاج إلى 1000 ما دام هؤلاء عددهم قليل. فلما التحم الجيشان أظهر الله عز وجل في أعين الكفار أن عدد المسلمين الضعف. قال الله عز وجل: قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. هذا بعد التحام الجيشين، لكن الآن نتكلم عن قبل قضية الجيش. ثم إنه صلى الله عليه وسلم في الصباح قال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، نبني لك عريشا في تل، فإن في المدينة إخوة لنا، صحيح أنهم ليسوا معنا لكن لا يعلمون، ولو علموا بالذي تلقاه لكانوا معك. وانظر كلام سعد عن غيره، وأنت تحتاج في هذا الزمن إلى من ينصف أخاه، إلى من يبر، إلى من يكون تقيا في نقل القول. والمقصود من هذا قبل النبي عليه الصلاة والسلام رأي سعد فبنوا له عريشا صلى الله عليه وسلم، فمكث في العريش. وارتضى أبو بكر أن يكون هو حارس النبي صلى الله عليه وسلم في العريش، فهو صاحبه في الغار وهو صاحبه وحارسه في العريش رضوان الله تعالى عليه. ثم غش النعاس الصحابة فكلهم ناموا جميعا، ولما نزل المطر تفرقوا في الشجر، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيا تلك الليلة حتى أصبح وهو يدعو ربه ويناجيه ويسأله النصر، بالرغم من أن الله عز وجل وعده إحدى الطائفتين، إما النصر وإما حصول القافلة، وقد مضت القافلة فلم يبقى إلا النصر. ثم كان صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه، ولما رأى أبو بكر شدة دعاء النبي قال: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، يعني أشفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أستاذ سلطان ليلة المعركة. لما قام في الصباح أراد أن يسوي الصفوف. أولا دعاهم إلى صلاة الفجر، فاجتمعوا من كل مكان من تحت الشجر الذي تواروا به عن المطر. ثم صلى بهم الصبح صلى الله عليه وسلم، ثم سوى الصفوف. ولما سوى الصفوف تقدم رجل يقال له سواد بن غزية عمدا، فرده النبي بقدح كان معه، فقال: يا رسول الله، أوجعتني وقد أمرك الله بالعدل. فرفع صلى الله عليه وسلم كشف عن بطنه حتى يستقيد له سواد فضمه، فقال: يا سواد، ما دفعك إلى هذا؟ قال: يا رسول الله، قد حضر ما ترى، يعني مظنة موت، وأحببت أن يكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدك. وهذه يعني موقف عظيم وقع في هذه المعركة. ثم صفهم النبي صلى الله عليه وسلم، جعل على الميمنة الزبير وعلى الميسرة المقداد، وجعل على الساقة أحد الأنصار. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا حتى آذن لكم. هذا على الجانب المسلمين. بقينا في جانب قريش. لما قال لهم أبو سفيان في الجحفة: ارجعوا، قال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نرد بدرا فننحر الجزور ونطعم الطعام ونشرب الخمر وتغنينا الغيان فتسمع بنا العرب فتهابنا أبد الدهر. فأصبح أبو جهل وقتها هو السيد، لأن لا تستطيع أن تقول هناك قائد واحد، لأن هذه قبائل عربية لا يرضخون لأحد. يقول ابن خلدون: العرب لا يقودهم إلا نبي أو كذا، ذكر عن واحد جبار. المقصود من هذا لما وصلوا إلى بدر، الله يقول: إذ أنتم بالعدوة الدنيا، أي القريبة من المدينة، وهم أي قريش بالعدوة القصوى، والعدوتان إلى الآن موجودة، وهم بالعدوة القصوى أي جهة مكة، والركب أسفل منكم أي العير التي كانت مع أبي سفيان. فلما وصلنا إلى هذه النقطة قالوا لعمير بن وهب الجمحي: انظر لنا عدد القوم. فهذا فارس من فرسانهم أسلم بعد ذلك، ركب فرسه، طاف حول الصحابة من بعيد، نظر هل هناك مدد، هل هناك كمين، رجال حرب. فرجع إلى قريش وكان ناصحا، والناصح هو من يقول لك ما ينفعك
ذا الذي يقول لك ما تريد. وهذه قضية إذا استنصحت أحد استنصح من يقول لك ما ينفعك، من يصدقك، لا من يقول لك الشيء الذي تريد أن يقوله لك. فقال يا معشر قريش العدد ما بين 300 يزيدون قليلا أو ينقصون، ولم أرى كمينا ولا مددا، لكنني رأيت البلايا تحمل المنايا. البلايا جمع بلية يعني النوق. رأيت البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل السم الناقع. أما ترونهم خرسا لا يتكلمون يتلمضون تلمض الأفاعي. والله لن تقتلوا رجلا منهم حتى يقتلوا رجلا منكم، فإن أصابوا منكم عددهم فما خير العيش بعد إذ. يعني حتى لو قتلتمهم 300 فأنتم لن تقتلوا 300 حتى يقتل منكم 300، فإذا قتل منكم 300 أي حياة بعد هذه؟ يتلمضون تلمض الأفاعي. فلما قال ذلك قال والرأي لكم. فقام حكيم بن حزام لما سمع هذا، وهذا حكيم ولد في جوف الكعبة، ما كان يموت على الكفر، يعني الله لا يعني يأذن قدرا بأن أحد يولد في الكعبة ثم يموت على الكفر. فقام حكيم إلى عتبة ابن ربيعة قال يا عتبة أنت اليوم كبير قريش وسيدها، وكان النبي قد قتل بعض أصحابه رجلا يقال له ابن الحضرمي مولا لعتبة، فقال قل أنا أتحمل دم ابن الحضرمي وكف الختان، بعدما سمع كلام عمير بن وهب. فرضي عتبة قال يا قوم بهذا اللفظ اعصبوها في رأسي وقولوا جبن عتبة وقد علمتم أني لست بأجبركم. يعني أنا أعرف أن الناس يعني بعض الكلام ما يصدق، تجي أحيانا تسب شخص بمسبة لو حاولت تقنع الخلق كلهم بها لا يصدقوها. فقال وقد علمتم أني لست بأجبنكم اعصبوها في رأسي، وهي كلمة إلى اليوم مستعملة، يعني الناس يقول اجعلها في وجهي، اعصبوها في رأسي. فلما قال ذلك كأن الناس بدأوا، فجاء ابن الحنظلية الذي هو أبو جهل وقال كلاما قاسيا يعني لا يقال على الملأ الآن في التلفاز، قاله في حق عتبة، فرد عليه عتبة. المهم ما أراده حكيم لم يقع. فلما تقابل الجيشان تقدم عتبة وشيبة والوليد، كلهم أمويون أعذرني بالعامية. فخرج إليهم ملأ من الأنصار، من أنتم؟ نحن رجال من الأنصار. قال لا نريدكم، ليس لنا بكم حاجة، نريد أكفاءنا من بني عمنا، نريد مهاجرين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قم يا عبيدة، قم يا حمزة، قم يا علي، كلهم من آل بيته. عبيدة من أعمامه قرابته من جهة العم، وحمزة عمه، وعلي ابن عمه وصهره قبل أن يصبح زوجا، بعد ذلك أصبح صهرا له. فتقدم هؤلاء الثلاثة. يقول ابن القيم، وهذه طريقة لابن القيم صحيحة، يقول انظر إلى الأسماء، يقول الشيبة منتهى الضعف، والوليد بداية الضعف، والعتبة من العتاب واللوم، وكلهم ماتوا. فقتل حمزة من يقابله، وقتل علي من يقابله، وعبيدة وصاحبه تلاحيا، فحمل عبيدة رضي الله عنه محمولا، والثلاثة هؤلاء قتلوا. البئر التي عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل شرس منهم اسمه الأسود بن عبد الأسد، وهذا يعني يقول أحد مشايخنا الشناقطة إنه أول من يأخذ كتابه يوم القيامة بشماله، نسأل الله العافية. ويقال إن أول من يأخذ كتابه بيمينه أخوه أبو سلمة. فانظر إلى الفرق والهداية من الله والضلال من الله، فالضلالة بقدر الله. فالمقصود من هذا وحاول أن يصل إلى البئر فقتل عندها. فبدأت بعد ذلك التحم الجيشان وقامت المعركة، ورمى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فمكث صلى الله عليه وسلم يدعو. كان علي رضي الله عنه وأرضاه وهو أحد أعظم فرسان الإسلام على مر التاريخ، كان يحارب يقاتل فترة ثم يرجع يطمئن على النبي عليه الصلاة والسلام. قال فوجدته ساجدا يقول في دعائه يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لا يزيد عليها. ثم في عز المعركة قام صلى الله عليه وسلم، وكان قد توشح الدرع، ومعه أبو بكر، ودخل أرض المعركة، وكان أدنى القوم إلى قريش، وقاتل صلى الله عليه وسلم ببدنه كما قاتل قبيل بدعائه. فلا يمكن أن يحول أحد أو يصول أو يصل إلا بالله. ومن استعان بغير الله خاب وخسر مهما كان أمره.
المأمون إذا هذا خروج عن النص. نعم. من أخطائه التي أراها، أنا أقرأ في التاريخ كثيرا في السياسة القديمة. بقي وقت؟ نكمل بعد الفاصل بإذن الله. فاصل قصير أيها الأحبة.